السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الغاليين اخواتنا الصغيرين اولى ثانوي. النهارده يا بطل ان شاء الله عايزين نبدا بقى نحل واجب يونت 2 بارت 1 يونت 2 بارت 1 اوكي. فعايزين نشوف كده الموضوع بتاع يونت 2 بارت 1 ده، الموضوع هيبقى سهل ولا هيبقى صعب ولا الدنيا ماشيه ازاي ولا ايه بالظبط. صلى على النبي يا سيدي وزيد النبي صلاه. خلي بالك بس من جزئيه مهمه جدا، هل انا مضطر اترجم السؤال كله عشان اجاوب الاجابه الصح؟ لا خالص والله، يكفيني من السؤال اترجم كلمه كلمتين بس اعرف انهي كلمه انا دارسها عندي في المنهج قريبه او تتماشى مع التكست الموجود قدامي ده. يعني مش شرط يا جماعه اترجم الجمله السؤال كله، لا ترجم بس كلمه كلمتين بس من السؤال. وفي الاربع اجابات في اجابتين ما نعرفهمش بنشطب عليهم وفي اجابتين نعرفهم، شوف انهي واحده منهم هتليق. تعال نشوف مثلا الكلام ده. اول حاجه مثلا to change معناها يغير، صح يا مستر؟ change فعلا معناه يغير، ان انت تغير something شيئا ما completely تماما، بغير شيئا ما. طب انهي اجابه من دول معناها يغير اصلا؟ انهي اجابه بالله عليك معناها يغير؟ مفيش غير اجابه واحده بس يا جماعه. كلمه ايه هنا يا شباب كده؟ transform معناها تغير. طيب يا مستر كلمه in a positive way معناها بطريقه ايجابيه. عايز نغير اللون بقى. فين يا عم؟ لا مش هيمشي، خلينا نبدا. طيب السؤال رقم 2 person who works without. حلو قوي السؤال ده يا جماعه. الشخص who works without بيشتغل بدون، كلمه بدون مين من دول يا جماعه شخص بيشتغل بدون؟ يا اخي انت خدت كلمه person معناها شخص، مش عارف تترجم باقي الجمله. طيب community معناها مجتمع، هو المجتمع ده عباره عن شخص؟ لا. confidence معناها ثقه، الثقة دي عبارة عن شخص؟ لا. saplings اللي هي معناها شتلات أو شجر صغير، والشجر ده شخص؟ لا. يعني فولنتير بقى يا جماعة متطوع، معناه إيه هنا كده يا شباب؟ متطوع. المتطوع هو الشخص who works without pay اللي بيشتغل بدون أجر to help others عشان يساعد الآخرين، فده شخص متطوع. 3 young trees سهل والله العظيم بقى، أشجار صغيرة. أنهي إجابة من دول اللي علاقة بالأشجار الصغيرة؟ مفيش غيرها saplings. يعني كلمة saplings يا جماعة شتلات. 4 people who live in الناس who live in اللي بيعيشوا in the same area في نفس المنطقة، الناس بتعيش في نفس المنطقة or share something أو بيتشاركوا في حاجة. مين الناس يا جماعة اللي بيعيشوا في نفس المنطقة من الإجابات دي؟ طبعا مين؟ طبعا community. يعني كلمة community يا جماعة مجتمع، المجتمع ده عبارة عن ناس بيعيشوا في نفس المنطقة community. طيب 5 believe in your abilities is called AF. السؤال ده مهم قوي. هنا مش believe، هنا believe. عارف كلمة believe؟ يؤمن. believe in your abilities معناها قدرات، ان انت بتؤمن بقدراتك. هو ده اسمه ايه؟ ان واحد بيؤمن بالقدرات بالابيليتيز. يعني اسمها ايه هنا يا جماعة؟ confidence. يعني كلمة confidence يا جماعة ثقة. 6 to give help عشان ندي مساعدة or encouragement او تشجيع لشخص. encouragement معناها تشجيع، صح؟ بيعطي مساعدة او تشجيع. انهي اجابة من دول معناها يعطي ليه علاقة بالمساعدة او بالتشجيع؟ مش شرط اترجم السؤال كله، مش شرط اعرف كل الاجابات. في كلمة تمشي مع كلمة التشجيع موجودة هنا اللي هي كلمة طبعا support. يعني كلمة support يا جماعة دعم او تدعيم. 7 someone شخص ما who feels alone بيشعر ان هو لوحده. انهي حاجة من الاجابات دي معناها حد بيشعر ان هو لوحده يا جماعة؟ مفيش غير هي اجابة واحدة بس تمشي مع كلمة حد بيشعر alone بمفرده اللي هي كلمة isolated. يعني كلمة isolated يا جماعة منعزل او لوحده. طيب something شيئا ما so attractive معناها جذاب جميل. الحاجة الجذابة او جميلة you can't refuse ما تعرفش ترفضها. you cannot refuse مش قادر ترفضها عشان هي جذابة. الحاجة دي مالها هنا يا جماعة؟ irresistible. يعني كلمة irresistible يا جماعة لا تقاوم. عارف كلمة ما تعرفش تقف قدامها، حاجة لا تقاوم من كتر جمالها. 9 حلو قوي الكلمة دي، تسجلها لي عندك في كشكول. gradually. يعني كلمة gradually يا جماعة تدريجيا بتصبح أقل قوة or clear معناها واضح، أقل وضوح. هي الحاجة الأقل وضوح تدريجيا بقت معناها إيه؟ لو حاجة وضوحها بدأ يقل اللي دي معناها إيه؟ تختفي، صح؟ يختفي أو يتلاشى. فين كلمة يختفي أو يتلاشى؟ اللي هي لفظ fade. 10 when a face fade معناها يا جماعة يتلاشى أو يختفي. عندما الفيس وجه
shows يظهر pleasure السعادة. ماشي. لما وش يا جماعة بيظهر السعادة or excitement أو الانبساط، يعني excitement الإثارة، it can be said to أي حاجة من دول. لما وش بيبقى شكله سعيد كده، تقول الوش هو شكله سعيد، هل هو بيخبط؟ لا. راب، هل هو بيلف؟ لا. struggle معناه يكافح، هل هو بيكافح؟ لا. يعني كده الوش، حتى بص الوش لما يكون يقول لك ايه ده وشه منور، بص تاني جمله، وشه منور. طب يعني ايه كلمه منور هنا يا جماعه؟ كلمه لايت. طب السؤال بيقول لك ايه تاني؟ عندما وجه يظهر السعاده، لما وش يبقى فيه سعاده كده، فيه سعاده، فيبقى وشه ماله هنا يا جماعه؟ منور. يعني ايه كلمه منور؟ لايت اب. هتلاقي على فكره كاتبها لك في الكلمات هنا، فين لايت اب او يشرق او يضيء. بص light up of a face or eyes اهو، شايفها to show pleasure or excitement. 11 after the project بعد المشروع احمد felt completely. احمد شعر ايه تماما؟ شعر بايه من الاجابه؟ شعر ان هو اتغير تماما. تغير يعني ايه كلمه تغير؟ transformed. طيب 2 بقول لك not helped، مين اللي بيساعد؟ clean the park ينظف الحديقه، ينظف الحديقه without بدون asking for money، بدون ما ياخد فلوس. مين الشخص اللي بينظف الحديقه بدون ما ياخد فلوس يا جماعه؟ مين من دول يا جماعه؟ فولنتير. يعني كلمه فولنتير متطوع. 13 planting معناها زرع. زرع ايه بقى من الاجابات دي بقى؟ اكيد زرع ازايز. هنزرع ازايز بقى، صح كده؟ طبعا هنزرع saplings. يعني كلمه saplings شتلات زرع صغير كده يعني. 14 بقول لك my not has grown. grow معناها ينمو. أنهي الإجابات دي بتنمو؟ since منذ I started، منذ أنا بدأت giving speeches أعطي خطابات في الفصل. إيه اللي من دول بدأ بيكبر أو بينمو لما بدأت أدي خطابات في الفصل؟ إيه من الإجابات ده يا جماعة وأنا بدي خطابات في الفصل؟ الثقة بتاعتي. 15 good friends الأصدقاء كويسين دائما إيه each other، بعضهم البعض. شايف الأصدقاء المفروض هيعملوا إيه؟ أكيد طبعا support. 16 the whole نقط. يا ترى كلمة the whole معناها يا جماعة بأكمله. يا ترى إيه بأكمله؟ joined انضم the campaign للحملة. مين اللي انضم للحملة to save water عشان ينقذوا المية؟ مين يا جماعة؟ المجتمع بأكمله انضم للحملة عشان ينقذ المية. حاسب مش شغال؟ لا شغال. 17 سامز جريدز هناخد منها سما كده ونكتب درجات. عارفين الدرجات؟ درجات سما بدأت ايه؟ because لأن she couldn't هي لم تستطع keep up with. اسمعني بقى في المصطلح ده. يعني كلمة keep up with يتماشى مع، تساير، تلاحق. عارف كلمة تلحق keep up with. درجات سما يا ترى ايه اللي جرالها؟ لأن هي لم تستطع تلحق the school work الشغل بتاع المدرسة كله. ايه اللي بدأ يحصل لدرجاتها؟ هل درجاتها بدأت overwhelmed مثقلة مثلا أو متعبة؟ درجاتها بدأت تقل. طب يعني ايه كلمة تقل أو ينزلق؟ تقل slip. طيب 18 سما شعرت بإيه؟ by all her housework بكل الشغل اللي عليها ده. school work اللي هي معناها الواجبات الكتير يعني. هي شعرت بإيه؟ بص الجملة it was more إنه كان أكثر than من she could handle معناها تتعامل مع. بقول لك هنا سما شعرت بإيه؟ بالشغل اللي وراها. it was more كان أكتر من اللي هي تقدر تتعامل معاه. يبقى هي شعرت بإيه هنا يا جماعة كده من الإجابات؟ شعرت إن هي دماغها تعبت. كلمة دماغك تعبت بسبب ضغط عليك اسمها overwhelmed، اللي هي مثقل بالهموم. دماغك فيها مليون حاجة، انت فاهم؟ فالكلمة الإجابة السليمة هنا هي كلمة overwhelmed. 19 بقول لك سما hadn't spoken. سما ما تحدثتش to many people الكثير من الناس. يعني هي ما اتكلمتش مع كثير من الناس. hadn't spoken لم تتحدث to many people لناس كتيرة. يبقى هي شعرت ايه هنا؟ isolated منعزلة. 20 the smell معناها رائحة العيش كانت ايه؟
سما smiled immediately. ريحة العيش كانت ايه؟ ريحة العيش السخن يا جماعة، او الكرواسون السخن، الحاجات السخنة بتاعت الفرن كده، الريحة دي بتبقى ايه؟ لا تقاوم. برافو يا جانا، سامعك. irresistible. 21 مسز آية showed أظهرت ايه حقيقي؟ أظهرت ايه حقيقي؟ when she brought عندما هي brought أحضرت warm bread عيش سخن لسما. أظهرت ايه في الحوار ده؟ أظهرت ايه لما هي جابت لسما عيش عشان تاكله يعني؟ أظهرت ايه هنا يا جماعة؟ أظهرت استير اللي معناها يبحلق على في حد، أظهرت ينزلق أو يقل، أظهرت نور، ولا أظهرت رعاية أو اهتمام؟ كير معناها رعاية أو اهتمام. 22 slowly ببطء سما felt her worries. سما شعرت in her worries مخاوفها begin to بدأت. هي المخاوف دي بدأت ايه يا جماعة؟ واحدة واحدة. بدأت ايه المخاوف دي؟ بدأت تخبط؟ بدأت تنزلق؟ ولا بدأت تختفي المخاوف؟ المخاوف الحمد لله بدأت تختفي. حتى بقول لك while بينما she enjoyed هي استمتعت the company الصحبة. seeing her cousin's face ان هي بتشوف وش ابن عمها ايه with happiness. بص بالسعادة. seeing her cousin's face ان هي شايفة وش ابن عمها ايه بالسعادة filled سما with joy خلى سما مبسوطة جدا. طبعا هي بتشوف وش ابن عمها منور بالسعادة، ينور بيه او يشرق او يضيء بالسعادة، يشرق بالسعادة. يعني كلمة يضيء او يشرق يا جماعة light up. 24 helping her cousin ان هي بتساعد ابن عمها، مساعدة ابن عمها. جيف سما ادت سما شعور بالايه بخصوص المستقبل. شعور بالايه؟ السؤال ده ايه؟ الشعور ده ايه؟ مساعدة بنت عمها اعطى سما شعور بالايه بخصوص المستقبل. اهتمام بخصوص المستقبل، منعزل بخصوص المستقبل، ينزلق بخصوص المستقبل، ولا تفاؤل بخصوص المستقبل؟ اتكلم في المستقبل، خليك متفائل يا جدع، تفائل طبعا. 25 suddenly فجأة there was كان هناك ايه at the door على الباب. كان في ايه يا جماعة من الإجابات دي كده على الباب؟ بص كده على الأربع إجابات، ركز بص كده على الأربع إجابات. كان في ايه؟ تقول لي يا مستر كان في أكيد خبط على الباب. people who live in الناس اللي بيعيشوا in the same area في نفس المنطقة. هي الناس اللي بتعيشوا معاها في نفس المنطقة هم مين من الإجابات دول على طول؟ community. 27 a person الشخص who works اللي بيشتغل without pay بدون دفع، بدون مال يعني. مين الشخص اللي بيشتغل بدون مال يا جماعة؟ volunteer. taking part in ايه في الحتة دي؟ خط على كلمة take part in. يعني كلمة take part in يا جماعة؟ يشارك فيه. ان انت تشارك في the tree planting في زرع الاشجار project، مشروع زرع الاشجار. هلبت احمد ساعد احمد تماما ايه in a positive way. ساعد احمد ايه in a positive way معناه بطريقه ايجابيه. ساعد احمد ان هو يتغير بطريقه ايجابيه. تاني take part in معناه يشارك فيه. المشاركه في مشروع زراعه الاشجار ساعد احمد تماما ان هو يتغير بطريقه ايجابيه. يعني كلمه يتغير transform. 29 young trees الاشجار الصغيره اسمها ايه من الاجابات بقى؟ الاشجار الصغيره اسمها ايه من الاجابات؟ saplings شتلات، صح. 30 بعد المشروع احمد had more courage. احمد كان عنده شجاعه. حلو قوي السؤال ده. بعد المشروع احمد كان عنده شجاعه ايه؟ in public قدام الناس. احمد كان عنده استعداد speak up. يعني كلمه speak up يا جماعه يتحدث، او حتى كنت قلت لك على فكره معناها برضو يتكلم بصوت عالي. بص اوريها لك فين. بص تفاؤل، اوعى تنسى تفاؤل اللي هي اوبتيميزم. بص كلمه يتكلم بصراحه ويعبر عن رايه speak up ومعناها يعلي صوته. يعبر عن رايه ويتكلم بصراحه ومعناها برضو يعلي صوته. والله العظيم عارف اللي احفظ الكلمات. ماشي انا هصبر عليك، بس انت هتشكرني بعد كده بجد والله العظيم. هتقول على يعني
علاء كان عنده رؤية في الحتة دي. ماشي. سما's marks معناها درجات. درجات سما at the end of في نهاية الترم are her not. بص سما's marks يعني كأني بقول لك أنهي كلمة من دول بتساوي كلمة marks زي درجات. درجات سما في نهاية الترم are her هو الايه بتاعها هنا يا جماعة are her grades معناها درجات. أصل مش طبيعي إن أنا أقول درجات سما في نهاية الترم هي اختلافها هي فخرها. كلام غريب. هو انا بس السؤال عايز اعرف كلمه ماركس اللي هي درجات بتساوي ايه فتقول لي جريدز. طيب هدى helped her friend هدى ساعدت صديقتها finish ان هي تخلص كل الواجب and other وايه اخرين قبل الويك اند other school work اكيد بقى يعني هي هتساعد تخلص الهوم ورك اللي هو الواجب والسكول ورك اعمال مدرسيه. على فكره السكول هو في فرق يا مستر الهوم ورك ده الواجب. سكول ورك مثلا طلب منك قبل كده ترسم لوحه مثلا عشان تقدمها في الفصل فاهم ده كده اسمها سكول ورك. 33 غرفه الاطفال ايه بقى يا ترى غرفه الاطفال environment بيئه ولا جراي سكاي سماء رماديه ولا غرفه الاطفال في الطابق الاعلى the fresh bread العيش السخن came out of طلع بره the hot ايه بره الايه السخن and smelled وكان شكله حلو قوي ريحته حلوه قوي. طبعا العيش السخن بيبقى موجود فين يا جماعه في الفرن. طب يعني كلمه فرن oven معناها فرن. Mrs. آية smiled Mrs. آية ابتسمت ايه as she gave بينما او لان she gave سما هي اعطت سما a slice of warm bread يعني شريحه عيش كده. هي ابتسمت ايه يا جماعه هنا bitter معناها وحش لاذع انت فاهم ينفع اقول ابتسمت لاذعه warmly يعني كلمه warmly هنا يا جماعه بحراره او عارف بود. warmly معناها بود ابتسمت بود. 36 من فضلك ايه في السؤال ده من فضلك ايه the present من فضلك ايه الهديه لف الهديه. راب معناها لف. في حاجه اسمها ينشر الهديه يحضن الهديه. دج معناها يحفر الهديه لا لف الهديه. 37 she gave her grandmother هي اعطت جدتها ايه hug حضن ايه to comfort her عشان تهديها كده. اعطت جدتها prevent معناها يمنع. pride معناها فخر حضن يمنع حضن شخصي يعني ايه حضن شخصي. gentle معناها لطيف حضن هادي لطيف gentle. طبعا دي الإجابة السليمة. before فين عايز أوريك كلمة فين لازم أوريها لك. لا يعكس مزاجها دي انت عارفها خلاص mirror her mood يعكس معناها mirror عموما. لا في كلمة تاني حد اخبر من كلمة لطيف ورقيق. في كلمة والله اللي هي بتاعت تاب ايوه بص يعني ايه كلمة يترك برفق حد بيخبط بالراحة قوي. اسمها ايه هنا يا جماعة تاب. اسمها ايه يا جماعة تاب عمال ادور لك عليها والله. ماشي يا عم فين يلا يا عم ايوه اف مش كده قلت لك عايز اوريها لك. قبل ما يدخل احمد اعطى ايه لايت معناها خفيف. اعطى ايه خفيف على الباب. يا ترى اعطى ايه خفيف على الباب. اعطى طرقه خفيفه على الباب تخبيط خفيف. فين كلمه يخبط بشكل خفيف هنا هي كلمه تاب. 39 ذا فيلج القريه هذا هيوج كان عندها ايه ضخم after finishing بعد ما خلصوا the tree planting project مشروع زراعة الأشجار.
هنا القرية كان عندها ايه ضخمة بعد ما خلصوا The tree planting project، المشروع ده كان عندهم ايه celebration. يعني كلمة celebration احتفال، معناها ايه هنا يا جماعة كده احتفال. طب كمل. هدى شعرت بايه بسبب the heavy school work، شغل المدرسة والامتحانات الهيفي. هيفي معناها ثقيل. هي شعرت بايه هنا يا جماعة؟ شعرت بايه بقى يا ترى؟ بسبب الشغل الكتير. شعرت بايه؟ stressed، مضغوطة. 41 the volunteers، المتطوعين worked hard، اشتغلوا بجد عشان ايه؟ the new plants النبات الجديد across عبر الحقل. المتطوعين اشتغلوا بجد عشان يحضنوا النبات عبر الحقل، يعكسوا النبات عكس، يمنعوا النبات الجديد، ينشروا النبات الجديد عبر الحقل. 42 we should، نحن ينبغي always دائما نظهر ايه for people للناس، نظهر ايه respect الاحترام. اصل بالطبيعه كده يعني. جرب باقي الاجابات. يا ترى هنظهر الفرن؟ لا. ما تيجي نعمل اتفاق انا وانت. لو انا كطالب عايز احل كويس، عايز اطمن ان انا بحل صح، اعمل ايه؟ اسمع مني. لما تلاقي 4 اجابات ترجم اللي احنا خدناهم في المنهج بس. تاني يا مستر، تاني دلوقتي في 4 اجابات قدامي، اعمل ايه بقى؟ لو في 2 انا عمري ما شفتهم قبل كده هشطب عليهم، مش هما الاجابه. الفكره كلها انا عايزك تترجم الاجابات. تاني، ترجم الاجابات. الاجابه اللي انا خدتها عارف معناها هترجمها، مش عارف معناها هسيبها خلاص. وفي السؤال نفسه مش شرط تترجمه كله، ترجم بس كلمه كلمتين من السؤال وشوف انهي واحده من الاجابات بالعربي هي اللي هتبقى ماشيه كويس. watering معناه يسقي او يروي. عارفين الواحد اللي بيروي حاجه؟ هما بيرووا الميه watering the trees، روي الميه regularly. يعني كلمه regularly يا جماعه بانتظام. سوف يساعد ايه them from drying out. كلمه فين؟ يعني كلمه dry out يا جماعه عارف الجفاف او الموت؟ الكلام ده مهم قوي. روي الاشجار بانتظام هيساعدهم preventism، يمنعهم من prevent معناها يمنع. الكلمه دي مهمه قوي. يمنعهم من الجفاف. يمنعهم من ايه يا جماعه هنا؟ الجفاف. 44 good communication معناها التواصل. التواصل الجيد كان ستوب ممكن يمنع. يا ترى التواصل الجيد هيمنع ايه يا جماعه؟ من الاجابات كده هيمنع ايه؟ الصراعات. بالظبط. فين كلمه صراعات هنا؟ conflicts معناها صراعات. 45 الطلاب were asked، ده على فكره مجهول ماضي بسيط. was و were، خلينا نفكرك. was و were زائد البي ده اسمه ايه ده هنا يا جماعه كده؟ مجهول ماضي بسيط. الطلاب تم سألهم او تم الطلب منهم ان هم ايه؟ شورت سين معناها مشهد قصير من القصه. هيعملوا ايه مشهد قصير من القصه؟ اكيد هيمثلوا. طب يعني كلمه يمثل هنا يا جماعه او يقوم بدور اللي هي act out. helping to plant ان احنا نساعد ان احنا نزرع اشجار. made صنع ايه حقيقي في القريه. ينفع اقول صنع احتفال حقيقي في القريه؟ صنع فرن في القريه؟ صنع جار في القريه؟ ولا احدث اختلاف؟ تقول لي احدث اختلاف في القريه. طب يعني كلمه يحدث اختلاف؟ عندي كلمه اسمها make. انا فين؟ make a difference. يعني كلمه make difference بص لي عليها. خلي بالك ان difference بيجي مع make مش do. يعني كلمه make difference يا جماعه يحدث اختلاف. فان انت تساعد ان انت تزرع الاشجار ده احدث اختلاف حقيقي في القريه. difference. the young trees الاشجار الصغيره showed quick اظهروا ايه سريع بعد the spring rains بعد المطر. اظهروا ايه سريع يا جماعه؟ الشجر هيظهر ايه سريع؟
growth يعني كلمة growth نمو سريع. planting trees زرع الأشجار. was كان إيه في المجتمع؟ كان إيه في المجتمع؟ كان مشروع للمجتمع. حتى كمل مشروع المجتمع. بص everyone joined يعني كلمة everyone joined كل شخص انضم. كل شخص انضم. 49 dark clouds السحب dark المغيمة يعني فاهم؟ سحب مغيمة dark مظلمة كده. طالما سحب مظلمة يبقى انت شايف ايه بقى؟ ايه من الإجابة دي انت شاكك فيها؟ سحب مغيمة. ايه بقى شاكك في ايه بقى؟ جراي سكاي طبعا السما بقت رمادية. السما لونها رمادي انت فاهم؟ فليه رمادية؟ لأن السحب دارك. عارف كلمة دارك اللي هي مغيمة. The workers معناها العمال. العمال had to اكتب تحتيها اكتب هحتاجها خدناها اصلا. اضطروا ان العمال اضطروا ان ايه ديب هولز حفر عميقة. اضطروا انهم يعملوا ايه حفر عميقة؟ دج يعني كلمة دج يحفروا. 51 always keep in mind كلمة ثابتة. keep in mind حط في دماغك يعني كلمة keep in mind. بص تاني مصطلح ثابت. keep in mind حط في دماغك. the trees ان الاشجار بتحتاج ميه كل يوم. حط في دماغك اسمها keep in mind خلي في دماغك. 52 we must care for نحن يجب نهتم بايه the natural معناها طبيعي. نهتم بايه الطبيعي around us حوالينا. نهتم بايه طبيعي يا جماعه حوالينا كده بالله عليك؟ هنهتم بايه طبيعي حوالينا؟ طبعا هنهتم بالبيئه الطبيعيه حوالينا. يعني كلمه بيئه هنا يا جماعه environment. 53 the trees الاشجار سوف ايه on الاشجار سوف ايه على rain water على الميه بتاعت المطر. الاشجار سوف ايه على ميه المطر to grow عشان تكبر. سوف تعتمد على يعني كلمه تعتمد على depend on تعتمد على. 54 you should always انت ينبغي دائما ايه in yourself اسمها دايما believe in yourself. يعني كلمه believe in yourself تؤمن بنفسك. انت دائما ينبغي تؤمن بنفسك and your abilities وقدراتك. خلي بالك لازم تاني لازم تقرأ الكلام اللي انا كاتبه لك ده. لازم. بص المثال جايب لك كل الاسئله من seeing her cousin's face light up. شايفها لازم تبدا تقرا الريدنج اللي انا حاطه لك ده. اقراهم مع ايه. بص كلمه يحدث فرقا كبيرا او يحدث اختلاف make difference. make ايه هنا يا جماعه؟ difference. الكلام ده مهم جدا 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 جدا. ما ينفعش الطالب على فكره بجد يفوته. خلي بالك ان السينونيمز والانتونيمز انا كاتبهم لك اصلا. يعني انا فعليا كاتبهم لك. انت بس مجرد بس احنا فين؟ يعني انت لو ذاكرت الكلام ده لو ذاكرت بس الكلام ده انت تعرف تجاوب اي سؤال هنا على فكره. اي سؤال هتعرف تجاوبه هنا. انت فاهم؟ اي سؤال حرفيا. overwhelmed اللي هي معناها مثقل بالهموم وبتاع انا عايز مرادفها burdened وستريسد. انا حافظ الكلمات. انت فاهم؟ فالموضوع بيبقى باين جدا. فين مثلا انت بتتكلم مثلا كلمه زي كده دي. تعالى اوريها لك. والله ما اهو كير لوك افتر تيك كير اوف نيجلكت انديفرنس. جماعه الكلام هنا هو حرفيا هو مكتوب فوق. انت فاهم؟ يعني هو مكتوب فوق بس دول لك. بس اعرف لي يعني كلمه سينونيم وانتونيم. سينونيم اللي هي معناها مرادف طبعا. انتونيم اللي هي معناها عكس. انتونيم معناها ايه هنا يا جماعه؟ عكس. بس isolated تبقى separated و lonely. care عكسها indifference neglect. الكلام اللي فوق انا بنقله هنا. fade معناها يتلاشى او يختفى. انا عايز عكسها يبقى او يظل. فهي لعبة تاني. هي لعبة حاجة واحدة بس. ايه يا مستر لعبة ايه؟ انا حافظ كلمات ولا اللي فوق بس. فاهم؟
عكس كلمة اوبتيميزم. اوبتيميزم معناها اصلا، اوبتيميزم كانت معناها التفاؤل، عكسها هوبلسنس وبيزميزم. تفاؤل عكسها التشاؤم، الاتنين معناهم تشاؤم. بس يعني هو انت اقرا الكلمات تعرف. 9 هنا the smell، ريحة العيش السخن، العيش الطازة. ايه around the salmon like a gentle hug. او شفت كلمة gentle hug اللي هو حضن لطيف. هنا طبعا عندي كلمة اسمها wrap around. عارف الحضن. الحضن انا بعمل كده صح، انا بلف ايدي حواليك. فهاج معناها حضن، حضن. فعارف انت الريحة بتاعت العيش حضنت سما، زي حتى بيقول لك ايه، زي حضن، حضن لطيف، حضن لطيف. الحضن بضم، بلف ايدي حواليك. فرابد. اي اف. سؤال 10. سما سات باي، جلست بجوار ذا ويندو، الشباك. وايه ات ذا رين، وايه على المطار. طبعا ستيرد معناها فضلت بصه كده على المطر، دي اسمها ستير. يبقى احلق فيك، قاعد باصص لي. هتلاقي الحته دي يعني في ماتيريال هتبقى مظبوطه فيها، فيها ماتيريال لا. فلا يجب تبقى didn't have to. وهنا هل يجب ضد كل الضمائر، ضد كل الضمائر. اشرح ضد زائد كل الضمائر زائد have to زائد مصدر. وهنا في مصر بيجي وراها كل الضمائر وبعدها فعل مصدر. في ماتيريال هتبقى اتظبطت فيها، في ماتيريال لا لسه. اتفقنا؟ ده الشرح بتاعنا اهو. بس لو انت حضرت الكلام ده معايا والله العظيم هتلاقي الموضوع سهل جدا 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 جدا. قبل اي حاجه، هل ينفع اقول حاجه اسمها needn't to؟ صفر. مش حاجه لسه اسمها needn't to. لكن need محتاجه to. need محتاجه ايه؟ to. تاني، في حاجه اسمها needn't to؟ لا، لكن في حاجه اسمها need to. ده حقيقي. اتفقنا؟ طيب صلى على النبي بقى وتعالى نبدا اسئله الجرامر. الموضوع هيبقى سهل جدا. اول سؤال بقول لك انت ايه فرجت تنسى؟ والله خدناه، التذكير والنسيان. بص، زيارات، دعوه، وعود، تذكير والنسيان، تهديد، تحذير، نصيحه. تهديد، تحذير، نصيحه. ولو عايز حد يجرب حاجه كان بيبقى كلمه مس ومصل. يا ترى انت ايه تنسى؟ طبعا انت لا يجب تنسى. ينفع اقول لك انت يجب ان تنسى؟ لا، انت لا يجب ان تنسى. 2 we not to. طيب يا مستر انا اصلا كلمه تو دي كانت بتاعت اللي هي هاز تو او هاف تو او النفي منه. doesn't have to او don't have to. فهنا في تو، انا اجابه من دول هي اللي صح طبعا. don't have to. تعال نترجم الجمله كده. we don't have to، احنا مش لازم، مش مضطرين run نجري 10 كيلومتر في اليوم. but we have to، بس احنا لازم to be as active as possible. لازم نكون نشيطين. ما active معناها نشيط، لازم نكون ناس نشيطة. اقول لك احنا مش مضطرين يعني نجري 10 كيلو في اليوم. 3 دي AF. must، هل يجب. السؤال اللي بمست لو هتجاوب عليه بنو، السؤال اللي بمست او بص must we finish، هل يجب احنا نخلص هذا التدريب النهارده؟ فراح قايل له لا، انت لا يجب no you don't have to. سجل عندك المعلومه دي. السؤال اللي بيبدا بكلمه must، السؤال اللي بدايته كلمه must، الاجابه عليه لو بنو بتبقى don't have to مش mustn't. اسمع تاني، السؤال اللي بدايته must بتبقى الاجابه عليه بنو. لو انا هجاوب بنو لازم احط كلمه don't have to، مش هحط must. 4 I really، كلمه really بتعشق must. 5 انت ايه تقلق. you still have a lot of time، لسه عندك وقت كافي to answer، عشان تجاوب على الأسئلة التانية. يبقى أنت إيه تقلق؟ ما أنت لسه عندك وقت كافي إن شاء الله. ينفع أقول لك أنت لا يجب تقلق، أنت ما زال عندك الوقت، عشان تعرف تجاوب باقي الأسئلة. ولا أنت مش مضطر you don't have to worry. أنا بكتب إيه؟ مش لازم تقلق. بص يا جماعة،
استخدم mustn't في حاجه اسمها التحريم. يعني ايه؟ احنا في مستشفى. You mustn't smoke here. ما ينفعش تدخن هنا. انت قدام منشأة عسكرية. You mustn't take photos. ما ينفعش تاخد. ده اسمه ايه؟ تحريم. عارف يعني ايه كلمة تحريم؟ كارثة. كارثة. المثال ده هنا يا حبيب قلبي ما فيهوش أي كارثة. ما فيهوش أي كارثة. ما فيش تحريم. التحريم بنستخدم معاه mustn't. التحريم بنستخدم معاه ايه مثلا؟ زي ان انا اقول لك مثلا عارف كلمة ممنوع؟ عارف لفظ ممنوع؟ هي دي mustn't. هي دي mustn't. فاهم؟ فينفع اقول لك كده انت ممنوع تقلق، انت مازال عندك وقت ان انت تحل؟ مش منطقيه. فمصر انت هنا ضعيفه جدا. زي المثال ده بقى، انت ايه تاخد صور هنا؟ اتس ميليتري اريا، منطقه عسكريه. منطقه عسكريه، قوانين صارمه، انت فاهم؟ تحريم. ممنوع تاخد اي صور هنا، ليه؟ دي منطقه عسكريه. فين كلمه ممنوع؟ وخلي بالك دي قوانين صارمه خدناها. مصر، فاكر مصر ومصر؟ قوانين مصر قوانين صارمه وقوانين خاصه بمكان، والقوانين الخاصه بمكان دي كان بيبقى فيها علامات ايه لو تفتكر؟ تنصيص. 7 you not try. يعني ايه كلمة try يا جماعة؟ تجرب. لو عايز حد يجرب حاجة حط كلمة must. لو عايز حد يجرب حاجة حط كلمة must. 8 I really must. شكرا. عشان كلمة really بتعشق must شرحناها. I not install. install معناه يثبت. عارفين الواحد بيثبت حاجة أو بيسطب برنامج يعني. أنا إيه؟ أسطب نيو أنتي فيروس، برنامج أنتي فيروس جديد عشان أحمي الكمبيوتر بتاعي. يا ترى أنا إيه من الإجابات؟ يا ترى أنا إيه من الإجابات؟ أثبت برنامج أنتي فيروس جديد عشان أحمي الكمبيوتر بتاعي؟ أكيد أنا يجب مصر. طيب 10 أنت إيه تنجح درايفنج تيست في اختبار السواقه عشان تسوق عربيه في مصر. انت ايه تنجح في اختبار السواقه عشان تسوق عربيه في مصر؟ بص على الاربع اجابات. الاجابه ينفع اقول انت لا يجب تنجح في اختبار السواقه؟ انت مش محتاج تنجح في اختبار السواقه؟ ولا انت مضطر او لازم؟ مضطر او لازم. هي كلمه مضطر او لازم have to. ايه اف 11 يف جدا. بقول لك هنا، بقول لحضرتك هنا انت ايه تيك ذس من تاخد هذا الدواء. ماشي. يا ترى انت ايه تاخد الدواء ده؟ You are quite well now. يعني ايه كلمة you are quite well now؟ انت بقيت كويس لحد ما. انت كويس. يا ترى انت ايه تاخد الدواء ده؟ انت كويس لحد ما. انت لا يجب. يا باشا مصر انت دي في التحريم والمنع. كوارث كوارث كوارث. ينفع اقول لك انت ممنوع تاخد الدواء ده، انت بقيت كويس لحد ما، ولا انت مش محتاج تاخد الدواء ده، بقيت كويس الحمد لله. طب يعني كلمة مش محتاج او مش مضطر مش لازم؟ مش محتاج مش مضطر مش لازم don't have to. مش مضطر مش محتاج مش لازم don't have to. don't have to. 12 all people كل الناس not wear masks يلبسوا أقنعة because of بسبب كورونا فيروس، بسبب فيروس كورونا. طبعا كل الناس يجب يلبسوا أقنعة بسبب فيروس كورونا. حتى كمل الجملة كده. It's a rule. يعني ايه كلمة rule؟ ده قانون. ده ايه؟ قانون. انا ما اعرفش ايام الكورونا انت كان عندك كام سنة تصدق؟ والله ما اعرفش اصلا انت واعيين عليها ولا لا. كانت البلد اتقلبت. 13 اي اف ماي انت انا عمتي. ايوه ايوه بص 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 ايوه كانت ماضي ماضي. انا اجابه من دول ماضي يا جماعه بالله عليك بقى هي كلمه ايه هنا يا شباب؟ had to. عمتي كانت في المستشفى. I had to. حتى شايف كلمه ايه؟ yesterday ماضي. انا اضطريت ان انا ازورها امبارح. في 14 تالتة ثانوي انا لسه انا مرهق ليه قوي كده. الساعه دلوقتي على فكره داخله على 6 الا ربع الصبح او 5 ونص الفجر. ده بجد. قبلكم كنت بحل واجب تالتة ثانوي في فيديو. كان الواجب وصل معايا ل 160 سؤال. 160 170 سؤال. ده بجد يعني. ثانية واحدة نوصل بس الشاحن ده.
ثانية واحدة يا جماعة معلش، ممكن مش هبص مش هفصل يعني ايه، لان لو فصلت انا هقوم انام من الاخر. انا لو فكلنا نتحمل بعض كده بس اهو. بسم الله. ابعد بقى الكلام ده شوية بس خلاص. طيب 14 بقول لك انت ايه تاكل اشياء eat things، تاكل حاجات with a lot of salt، بالكثير من الملح، يعني فيها ملح كتير، ملح كتير. يا ترى انت ايه تاكل حاجات فيها ملح كتير؟ من الاربع اجابات كده ترجم، مفيش غيرها مصر. 15 انت ايه تدخن في الاماكن العامه public places؟ يا ترى انت ايه تدخن في الاماكن العامه يا جماعه؟ طبعا انت ايه لا يجب مصمت. 16 كريم مش هنا، يبقى هو ايه يمشي بدري؟ كريم مش هنا يبقى هو ايه يمشي بدري؟ ايه اف. اول حاجه الهي دي مفرد صح؟ صح. في مفرد يجي مع هاف؟ لا. المفرد ما بيجيش مع نيد، المفروض المفرد ده يجي مع فعل اخره اس تبقى نيدز، دي لسه اصلا ما شرحناش نيد حتى. غلط. يهستو يهتو ماضي مضارع. احمد فين؟ احمد مش هنا. ايوه هو ايه يمشي بدري؟ هو مضطر يمشي بدري ولا هو اضطر يمشي بدري؟ ما هو مش هنا خلاص، هو مش هنا. فاهم؟ تاني كريم مش هنا، يبقى هو مضطر يمشي بدري ولا اضطر يمشي بدري؟ بالعربي اضطر يمشي بدري. هات تو. السؤال ده مهم، عيده تاني، عيد تاني حته السؤال ده، يعني نرجع الفيديو كده وعيده تاني. 17 اي اف. The red light اللي هي الاشاره الحمراء بتاعت المرور، معناه ان انت تقف. هي this sentence الجمله دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن ايه الجمله دي؟ ان انا بقول لك الاشاره الحمراء معناها ان انت تقف. intention معناها نيه. expectation معناها توقع. ولا obligation يعني ايه يا مستر؟ الزام. تاني يعني كلمه obligation الزام عليك ان انت تقف خلاص. الاشاره الحمراء يفهم تبقى الزام علينا. السؤال ده مهم جدا. obligation الاجابه. 18 احنا ايه نلبس يونيفورم، خدناها دي الهاف تو. 19 حد شاف اول كلمه اقول كلمه ايه؟ does. الداز والدو والديد والنفي منهم كان بيجي معاهم كلمه ايه لو تفتكر؟ هاف تو. حليناها في الشيت على فكره. هاف تو. we all نحن جميعا نقط ندخن in petrol stations محطات البنزين. محطات بنزين. يا ترى احنا جميعا ايه ندخن في محطات البنزين؟ نحن جميعا لا ينبغي، لا يجب مصر. طب بص هنا his car broke down، خط على broke down ده فعل ماضي من break. بص عندي كلمة حلوة قوي اسمها هنا break down. يعني ايه كلمة break down؟ يتعطل. هات لي منها الماضي تعطل معناه ايه يا مستر؟ broke down. دي كده الماضي، ماضي يعني بتكلم في ماضي. تبقى اختار من الاجابات بقى بتاعتك الماضي. عربيته عطلت لذلك هو ايه يروح الشغل بالاتوبيس، اضطر اللي هي كلمه had to. 22 حلو والله. انت ايه do all this hard work alone. انت ايه do معناها تقوم بيه يا جماعه، في فعل كلمه do معناها يفعل او يقوم بيه. انت ايه تقوم ب all this hard work كل الشغل ده لوحدك. it's my duty. بص بقى my duty معناها ايه؟ من واجبي to help you ان اساعدك، من واجبي ان انا اساعدك. يا ترى انت ايه تعمل كل الشغل ده لوحدك؟ ده من واجبي ان انا اساعدك يا اخي. ايوه اقرا كده الاجابات. ايوه انت مش محتاج. ينفع اقول انت محتاج ان تعمل كل الشغل ده لوحدك ده واجبي ان انا اساعدك؟ مش منطقي. 23 I have to talk to علي، انا لازم اكلم علي. انا ايه انسى؟ انا لا يجب ان انسى، من النسيان والتذكير. 24 مش قادر. لا مش قادر بجد. طب ده الحمد لله ان الشيت هنا. هم 40 سؤال وانا في 24.
خلاص ده هانت قوي يعني ان شاء الله. ان شاء الله يعني. his temperature معناها درجة حرارته. درجة حرارته normal، درجة حرارته طبيعية. درجة حرارته مالها يا جماعة؟ طبيعية. لذلك هو ايه هذا الدواء دلوقتي؟ درجة حرارته طبيعية. هو ايه؟ درجة حرارته طبيعية. يا ترى هو ايه ياخد الدواء دلوقتي؟ من الإجابات كده. بص عليها، بص عليها، لازم تشغل مخك. يا ترى هو ايه ياخد الدواء دلوقتي؟ needn't. يعني ايه كلمة needn't؟ مش محتاج ياخد الدواء دلوقتي. طيب بقول لك انت ايه turn on، انت ايه تشغل the central heating. دي معناها مش في حاجه اسمها تكييف مركزي؟ في حاجه اسمها تكييف مركزي، في حاجه بقى اسمها تدفئه مركزيه. تدفئه مركزيه يعني بدل ما الجو يطلع ساقع بيطلع سخن واحنا في الشتاء. يا ترى انت ايه تشغل التدفئه المركزيه؟ ده اوتوماتيك يا ابني، ده اوتوماتيك. اوتوماتيك، ما اعرفش انا بكتب ايه والله، بس ماشي. يا ترى انت ايه تشغل السنترال هيتنج؟ ده اوتوماتيك. يبقى يا ترى انت لا يجب يا ابني، لا يجب، دي بتتقال في الكوارث. مصنت دي تحريم، منع، حاجه خاصه بالقوانين مثلا، قوانين محرم ان انت تعمل الكلام ده، فاهم؟ لكن انت ايه تشغل التدفئه المركزيه، الموضوع اوتوماتيكي طبعا. you don't have to. انت مش بص الجمله ايه، انت مش محتاج تشغل التدفئه المركزيه، هي اوتوماتيكي اصلا، مش لازم تشغلها، ما هي اوتوماتيكيه. 26 اف. يا ترى انت ايه تشتري هذا الكتاب؟ you can borrow mine. يعني ايه كلمة مستر you can borrow mine؟ ايه معناها؟ ممكن تستلف بتاعي. ممكن تستلف، انت ممكن تستلف بتاعي يا عم. فبقت يا ترى انت ايه تشتري الكتاب ده؟ انت ممكن تستلف بتاعي. انت لا يجب تشتري يا ابني، انت يا ابني اقسم بالله في التحريم والمنع. يعني انا اقول لك انت لا يجب تصور قدام منشأة عسكرية، انت لا يجب تدخن في المستشفيات، حاجة يا باشا كارثة، انت لو عملتها هتتسجن، هحبسك. فطبعا انت مش محتاج، يعني كلمة نيد مش محتاج تشتري الكتاب ده، مش مضطر، مش ضروري. حصة جاية ان شاء الله انت تفهم يعني كلمة نيد انت بقى، ودونت هاف تو والكلام ده كله. ايوه بص هنا بقى، ايوه بص بقى لمحت ايه؟ ها، علامات ايه؟ تنصيص، قوانين خاصة بايه؟ مكان، مصد او ايه؟ او مصمت. انهي اجابة من دول صح؟ مصمت، علامات تنصيص. انت لا يجب leave the school، تسيب المدرسة without معناها بدون my permission، بدون اذني. ممنوع تسيب المدرسة يا بابا بدون اذني. 28 there is plenty of، حلو قوي كلمة plenty of، الكثير من. يوجد هناك الكثير من الوقت for you، ليك to make up your mind. what's the meaning of make up your mind؟ تقرر. يعني ايه كلمة make up your mind يا جماعة هنا؟ تقرر. في وقت كافي أوي، في وقت كتير ان انت ليك تلحق تقرر. فانت ايه تقرر دلوقتي؟ يلا قول لي مصر انت بقى، يلا بقى قول لي مصر انت. انا تعبت والله، انا تعبت على اخري. طبعا you don't need to، انت مش محتاج تقرر دلوقتي، مش لازم تقرر دلوقتي. يعني ايه كلمة don't need to؟ مش لازم تقرر دلوقتي. 29 اف. بقول لك انت ايه وير تلبس اطاي، جرافطه. يا ترى انت ايه تلبس جرافطه if you want to، لو انت تريد ان go to that restaurant، تذهب لهذا المطعم. يا ترى انت ايه تلبس جرافطه اللي عايز تروح المطعم ده؟ it's one of، ده واحده من قوانينهم، واحده من قوانين المطعم ده. في طالب قال لي بس ده قانون خاص بالمكان، قلت له هو علاء فاروق شرحها كده يا ابني. يا ابني انا قلت قانون خاص بالمكان ده يكون فيه علامات ايه؟ تنصيص. امال ده ايه يا مستر؟ امال ده ايه؟ انت بتتكلم ان مطعم قايل ان كل الناس اللي هتجيله لازم تكون لابسه جرافطه، هو ده عباره عن ايه يا جماعه؟ الزام خارجي. بص انا حاسس بجد تقول لي صح، الزام خارجي. فطبعا you have to، انت مضطر تلبس جرافطه لو انت رايح المطعم ده. ليه؟ ده قوانين. have to. 30 we not tell lies، احنا ايه نخبر الاكاذيب. نحن لا يجب، ينفع اقول احنا مش مضطرين، ينفع اقول احنا مش مضطرين نقول اكاذيب، ولا احنا لا يجب؟ لا احنا لا يجب نقول الاكاذيب. 31 this blouse، البلوزه دي is very tight، tight معناها ضيقه.
ضيقة. يا ترى ايه انت ايه تجرب واحدة جديدة؟ لا السؤال ده مؤجل، السؤال ده مؤجل، بس عموما هي الإجابة اوت. السؤال ده مؤجل الحصة الجاية. في تاني؟ بس 32 بقول لك انت ايه ووش تغتسل، تغتسل. if you have، if هنا معناها لو. if you have touched لو انت لمست an infected animal حيوان مصاب. يا ترى انت ايه تغتسل لو لمست حيوان مصاب؟ مش محتاج اكمل باقي الاجابات. must. السؤال ده جه في 2024 اداره ابنوب. انت يجب تغتسل نصيحه او تحذير. فاكر 33 بقى when you go to Egypt وانت رايح مصر انت ايه visit تزور. فاكر زيارات دعوة وعود بيجوا مع كلمة must. 34 انت ايه تسقي الزرع. water معناها تسقي. انت ايه تسقي الزرع. I have already انا بالفعل سقيته. بالفعل ايه سقيته. فانت مش مضطر تسقي الزرع ما انا سقيته. فين كلمه مش مضطر؟ دونت هاف. للاسف فاضل لها حرف الجر تو. للاسف فاضل لها حرف الجر تو. تنفع. طب دونت نيد للاسف فاضل لها حرف الجر تو. اسمها دونت نيد تو، دونت هاف تو. مفيش تو هنا بعد النقط. يبقى يا ترى انت ايه تسقي الزرع؟ ما انا بالفعل سقيته. انت ايه هنا؟ نيدنت. بصراحه بصراحه هي موجله برضه للحصه الجايه، بس انا متعمد احطها لك والله العظيم لتشغيل الدماغ. عايزه بس يفكر، فاهم؟ يفكر يشوف كده يفهم. يعني انا لسه بنور لك عقلك دلوقتي بقول لك ايه ليه دونت هاف غلط؟ بقول لك مفيش تو، فبنور لك العقل، فاهم؟ 35 It's very warm outside. الدنيا دفى قوي بره. الدنيا دفى قوي بره. انت ايه تاخد جاكيت طويل معاك. الدنيا دفى بره قوي. انت ايه تاخد جاكيت طويل معاك؟ انت مش لازم. طب يعني كلمه مش لازم؟ don't have to. مش مضطر تاخد معطف معاك. الدنيا حر بره. انت ايه تو داير على حرف الجر تو. عايز اسالك سؤال، هي نيدد ينفع يجي وراها تو؟ لا. طيب هي اليو اصلا اليو ازاي والوي واليو بتيجي مع دازنت؟ لا. الدازنت دي كانت بتيجي مع الهي والشي والات. ماشي. طب هي انهي واحده من دول بقى اللي تجيبي معاها تو؟ دونت نيد انا لسه قايلينها فوق حتى يا اخي. قلت لك ان دونت نيد ناقصها فوق هنا كانت كلمه ايه؟ تو. ففي 36 اسمها دونت نيد. يو دونت نيد تو. انت مش محتاج تاخد تاكسي. I can give you a lift. بالمناسبه يعني ايه كلمه I can give you a lift؟ اكتب لي فوقيها I can give you a lift معناها ممكن اوصلك. ممكن اوصلك. 37 I not do the shopping. انا حاجه اقوم بالتسوق because my mother لان مامتي was ماضي. يبقى انا عايز ماضي. يبقى انا اضطريت اعمل التسوق لان مامتي كانت مريضه. 38 يا ترى انت ايه تاخد صور هنا؟ اتس ميليتري اريا. منطقه عسكريه. منطقه عسكريه. يبقى انت ايه تاخد صور هنا؟ لا يجب. مصنت. قوانين صارمه. الحمد لله الحمد لله قربنا نخلص اهو. You not put the rubbish. انت ايه تحط القمامة bin out. تحط القمامة بره يعني. But I would happy if you did. لكن انا ابقى مبسوط بصراحة لو انت عملت كده. السؤال ده ايه if. ايه if. بقول لك انت ايه put the rubbish bin out. كلمة put the rubbish bin out معناها تخرج سلة القمامة. يا ترى انت ايه تخرج سلة القمامة؟ بس انا مبسوط قوي لو انت عملت كده بصراحة يعني. But I would be happy. انا مبسوط لو انت عملت كده. طيب يا ترى انت ايه؟ هل ينفع احط كلمه دونت نيد؟ دونت نيد فاضل لها حرف جر تو فمش هتنفع. didn't دي ماضي. هو الجمله فيها اي حاجه ماضي؟ didn't دي ماضي. الجمله اصلا فيها حاجه ماضي؟ لا. انا عايز اقول لك بصراحه كده انت مش ضروري يعني مش لازم اللي هي كلمه ايه يا جماعه هنا؟ needn't. بص يا جماعه صلوا على النبي صلوا على النبي. شفت كلمه دونت هاف تو؟ اه يا مستر. شفت doesn't have to؟ اه يا مستر. لما معناهم ايه دول بقى يا جماعه؟ تقول لي يا مستر دول معناهم كده مش مضطر مش لازم. طب دول بقى بيساووا كلمه ايه؟ بيساووا كلمه ايه؟ needn't ولكن من غير تو.
needn't، ولكن ايه يا جماعه هنا من غير to. فكلهم اذا كلهم نفس المعنى، مش مضطر او مش محتاج او مش لازم. فانت مش لازم يعني تخرج الزباله بره، but I would be happy، لكن هكون مبسوط لو انت عملت كده. 40 انت ايه talk to your parents، تتكلم مع اهلك kindly بلطف باحترام يعني بطريقه كويسه. انت ايه talk معناها تتحدث مع اهلك بلطف. يا ترى انت ايه تتحدث مع اهلك بلطف؟ طبعا الاجابه must. وبكده حبايبي الغاليين اخواتنا الصغيرين واجب يونت 2 بارت 1 اولى الثانوي الحمد لله خلص. واجب سهل على فكره، لا بجد الواجب سهل، مش كلام وخلاص يعني. اشوفكم على خير ان شاء الله بقى يا عم في الواجب الجاي، وبس كده. كان معاكم ايه اف يا عم، يلا اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.